أهلا بيكم في بودكاست حكاية التلات. أنا سلمى ودي المحاولة الأكبر لإنهاء أسطورة ونحس يوم التلات. في البودكاست هنا هنتكلم كل تلات جد وهزار عن معظم الستراجلز اللي بتقابلنا في حياتنا، فلو انتوا حاسين ان انتوا مهتمين اتفضلوا معانا برجلكم اليمين. اخواتي حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وزي الفل. بالنسبة لي بصراحة أنا مبسوطة جدا. الجو تحفة، روعة، يعني أجواء خريفية، جو كده بالليل لا لازم نبقى لابسين سواتر أو حاجة في منتهى الروعة. وحاليا محدش سألني بس هقولكوا أنا بمارس هوايتي المفضلة، وهي إن أنا أريواتش مسلسل جولمر جيرلز. بجد الراعي الرسمي للخريف والشتاء بالنسبة لي. يعني أول لما الجو بقى بيبدأ يدفي تاني خلاص أنا المسلسل ده بينتهي معايا، هو بيبدأ طول ما فيه هوا، طول ما فيه جيلمور جيرلز. قبل ما اسجل الحكاية بتاعت النهاردة كنت محتارة بصراحة ما بين موضوعين، لحد ما بالصدفة اللي خلاني اخد قرار اني كنت بتفرج على فيديو من فيديوز روان دايريس على يوتيوب، وهي اتكلمت من بعيد كده على حاجة فيها شبه من موضوع النهاردة. يعني كلامها كان فيه اللي هو يعني شعرة كده من موضوع النهاردة. فبصراحة انا خدتها كعلامة، وانا في العلامات ما عنديش يا مرحميني، بستنى اي علامة تجيلي من اي حتة. فقلت خلاص ابدأي بالموضوع ده النهاردة، والاسبوع الجاي اكلمكم في الموضوع التاني. مؤخرا كده كل ما اتكلم مع حد في موضوع معين الاقيه بيفتح الكلام في موضوع تاني، والاقي ان كلنا تقريبا عندنا نفس وجهة النظر. فقلت طب ما ايه المشكلة لما اعرض الموضوع ده على اخواتي في حكاية التلات، واشوف وجهة نظرهم واقول لهم وجهة نظري، ونشوف الكلام على ايه. الموضوع النهاردة هو الانسان العادي او الحياة العادية، الافريج لايف، النورمال لايف. مؤخرا بقيت بحس ان نسبة مش قليلة مننا عندهم الاحساس ان هم دايما مش كفاية، او ان هم موصلوش. وقبل ما توقفوني وتقولولي ما ده الطموح، هقولكوا لا، مش قصدي على الطموح. الطموح ده بيبقى انت عندك هدف معين نفسك فيه، وبتبدأ بقى ان انت تشتغل عليه. لكن اللي انا بتكلم عليه هو احساس ان انت ما وصلتش. ولما تبدأ تسأل نفسك او حد يجي يسألك هو انت ما وصلتش لإيه، فبتحس ان انت بتترب كده، وتبدأ تحس اللي هو انا ما وصلتش لإيه؟ طب هو انا فعلا عايزة اوصل لإيه؟ طب هو انا الحاجة اللي في دماغي دي هل انا فعلا عايز اوصل لها، ولا انا بس مجرد ان انا influenced ان انا اوصل للحاجة دي، او مجبر بسبب ضغط مجتمعي ان انا اوصل للحاجة دي. في وجهة نظري البسيطة جدا ان السوشيال ميديا ساعدت ان احنا يبقى عندنا اكسس على حياة ناس من طبقات اجتماعية مختلفة، من خلفيات ثقافية مختلفة، من معتقدات دينية كمان مختلفة. وده طبعا شيء عظيم جدا جدا جدا، وبيوسع مداركنا وبيخلينا عندنا وعي باللي حوالينا ومش مغيبين عن العالم. وكل الكلام ده، الكلام اللي هو كلام الإنشا زي ما بنقول، كلام موضوع التعبير اللي كنا بنكتبه في مواضيع التعبير واحنا في ابتدائي واحنا في اعدادي، او اللي كنا بنقوله لأهلنا عشان يسيبونا بس شوية نلعب شوية اكتر على الانترنت. ولكن في الحقيقة ان غصب عننا واحنا مش واخدين بالنا بيدخل مخنا كم مهول من المعلومات والمشاعر والنصايح بشكل يومي، واللي تقريبا أغلبها ما ينفعناش، أو لو خدنا منه كده وقيفناه على مقاسنا أو على حياتنا هو ممكن بدل ما يفيدنا هو يضرنا. الموضوع عامل زي لو في بيوتي انفلونسر بشرتها فاتحة شوية، وجت رشحت برودكت ميك اب معين بدرجة معينة، وبناء عليه وبناء على الجماهيرية والشعبية اللي عندها راحت بنوتة بشرتها سمرة استخدمت المنتج ده، فطبيعي النتيجة مش هتكون حلوة خالص. هل بقى هنا العيب في البيوتي انفلونسر، ولا العيب في المنتج نفسه، ولا العيب في البنت اللي أخدت الترشيح بتاع المنتج؟ لو سألتوني أنا كسلمى هقولكوا إن المشكلة في البنت اللي خدت الترشيح بتاعة البيوتي انفلونسر، علشان أي حاجة بنسمعها أو أي حاجة بنشوفها إذا كان على السوشيال ميديا أو في الواقع لازم نعديها على فلترز، لازم كده تتفلتر ونشوف ايه منها ينفعنا وايه منها ما ينفعناش.
طب يا ست سلمى انجزي بقى وقولي لنا ايه علاقة منتجات العناية بالبشرة والصبغة والكلام ده بالحياة العادية او بموضوع الحلقة اللي انت بتتكلمي فيه. هقول لكم ان دلوقتي معظمنا بيقضي وقت الفراغ اللي في يومه على السوشيال ميديا، واغلب الناس هناك بتتكلم في مواضيع معدودة. يعني مثلا لو اتكلمنا في موضوع الحياة العملية والحياة المادية، يعني ازاي نجيب فلوس، هتلاقي ان الناس يا اما بيحكوا ازاي استقالوا من شغلهم وبدأوا في السوشيال ميديا فول تايم، يا اما ازاي بيعملوا فلوس فريلانسنج اونلاين من غير ما يبقوا بيشتغلوا وظيفة 8 ساعات في اليوم، يا اما ازاي فتحوا البيزنس بتاعهم. طب وايه العيب؟ يعني ايه المشكلة في الكلام ده؟ لا، هو الكلام ده مفهوش عيب ومفهوش مشكلة لحد هنا، ولكن المشكلة في ان احنا بنتعرض لده بشكل كبير او اكتر من مرة في اليوم، فغصب عننا بنبدأ نحس ان حياتنا دي مش نورمال، او ان الحياة اللي كانت نورمال ما بقتش نورمال، ان احنا نشتغل 8 ساعات في اليوم، ان في ناس بتشتغل بدل الشغلانة شغلانتين علشان تظبط حالها، او شغلانتين كل واحدة فيهم بارت تايم، او ان احنا بنبقى بنعمل اي حاجة غير الحاجات اللي بنشوفها، فان الكلام ده مش نورمال، او ان حياتنا كده مش نورمال، ناقصها حاجة. زي مثلا تعرضك لعدد كبير من فيديوهات الناس رايحة الجامعة بعربيتها، او ان الناس لسه بتبدأ حياتها العملية بيشتروا عربيات يوجولي ما كناش بنشوفها الا بقى عند لعيبة الكورة، رجال الاعمال، آه، رجال المافيا الايطالي، الحاجات الحلوة دي. فبتحس ان انت متأخر، مع ان انت لو جيت فكرت بعقلك كده وركزت فيها هتلاقي ان في الايرلي 20s او في الميد 20s انت مش مطالب منك او مش نورمال ان انت يكون بقالك كام سنة ما يتعدوش على صوابع الايد الواحدة وتحقق انجازات بتتحقق بعد مدة طويلة. في ناس privileged في حياتها ان هم جزء من السلم اللي بيطلعوه ده يكون already مقصوص عليهم، او الطريق اقصر عليهم لاسباب او غيرها، بس مش شرط ان انت كمان يكون عندك ده، او مش شرط ان انت كمان تكون حاطط على نفسك الضغط بتاع ان انت كمان يكون عندك ده. وعلى العكس تماما، انت ممكن تكون بتقبض مرتب كويس جدا يساعدك ان انت تجيب عربية لذيذة كده بالقسط وتظبط حالك وتبقى دنيتك ماشية تمام، بس انت هتفضل شايف ان ده مش كفاية، لان النوع العربية دي ايه ده ما بقاش اروش حاجة في الدنيا، او ما بقاش ده النورمال اللي انت بتشوفه اللي عينك متعودة ان هو بتشوفه فيه عربية بعينها، او في ستايل لبس معين بعينه، او شنطة معينة من براند معينة برقم معين انت بتشوفه او انتي بتشوفيه وشايفين ان هو ده عند كل الناس. فطالما انتوا مش معاكوا ده يبقى انتوا بقى اللي عندكم مشكلة، مع ان في الواقع لا، في ناس تانية كتير ما عندهمش ده، او في ناس ما مش بيجيبوا ده. وبصراحة هنا انا مش قادرة احدد اذا كان ده له علاقة بالرضا ولا لا، بس في اعتقادي ان ده ملوش قوي علاقة بالرضا، هو ليه علاقة بان احنا بطبيعتنا البشرية بنشوف حاجة معينة كل يوم فبنتأثر بيها. الطبيعي للإنسان ان هو بيتأثر في البيئة اللي هو عايش بيها. وعلى فكرة الموضوع ده مش بس في الماديات، لا ده في الماديات وفي الكارير وفي العلاقات بالصحاب وفي العلاقات ما بين الكابلز وبعضها، يعني الموضوع في كل جوانب الحياة. يعني لما مثلا في كابل على السوشيال ميديا بيشاركنا ازاي هما بيحتفلوا بالانيفرساري بتاعهم او عيد ميلاد شخص منهم، فيكون الاحتفال عبارة عن مثلا سفرية للمالديف او اي سفرية برا مصر، فبيبدأ هنا بقى سقف توقعات الكابلز العاديين مش بس يطلع، لا ده هو بيحجز رحلة مع وكالة ناسا للنوير، ويعني no coming back no turning back to the moon and never back. وخد بقى من التوقعات دي في كل حتة، الصحاب يبدأوا يتوقعوا من بعض شكل هدايا معين في أعياد ميلادهم، يبدأوا يتوقعوا من بعض طريقة احتفال معينة في الأعياد ميلاد، يبدأوا يتوقعوا من بعض ان لما تبقى فلانة عروسة تعمل بوكسز للبرايد ميدز، عشان كل العرايس دلوقتي على السوشيال ميديا بيعملوا كده. ده الموضوع وصل ان الاهل كمان ممكن يبقوا بيتوقعوا من عيالهم حاجات يعني لمجرد ان هم شافوها على السوشيال ميديا. انت زمان كنت بتتقارن بابن خالتك، وانتي زمان كنت بتتقارني ببنت عمتك ولا بنت خالتك، لا انت دلوقتي الاهل بيقارنوا ابنهم بمحمد صلاح. هو مو صلاح احسن منك في ايه يعني عشان ما تبقاش انت كمان the Egyptian king؟
فاهمين احنا الموضوع وصل بينا لحد فين؟ واللي حابة اقوله بصراحة لنفسي قبل ليكو، اننا مش كلنا محمد صلاح، ومش هينفع ان احنا كلنا نكون محمد صلاح، علشان زي ما في صلاح ففي الدكاترة اللي بتعالج صلاح لو اتصاب، بعد الشر عليك يا مو، وفي مدربين صلاح، وفي اخصائيين التغذية اللي بيساعدوه ياكل ايه وما ياكلش ايه، وفي الثيرابيست او المعالجين النفسيين اللي بيكونوا معاه او مع اي لعيبة زيه، وفي منظومة كاملة حواليه. يعني على سبيل المثال اخر، مع البودكاست بودكاستي بقى وارغي فيها واقول امثلة من هنا لبكرة براحتي. احد اعلام البودكاست دلوقتي في الوطن العربي مين؟ أنس بوخش، يعني على الأقل بالنسبة لي. هل ايبي توكس هي وان مان شو؟ يعني هل ايبي توكس قائمة على أنس بوخش بس؟ لا طبعا، ده في شركة كاملة قائمة على البودكاست، أو البودكاست قائمة عليها، مش حد واحد بس، مش أنس بس. والشركة دي لو بس في فرد منهم ما بقاش موجود، مش مشي وجابوا غيره، لا يعني البوزيشن بتاعه ما بقاش موجود، هيحصل خلل ومش هتشوف البودكاست ولا هتسمع البودكاست بنفس الشكل اللي انت متعود عليه. زيها زي المسلسلات والأفلام، ففي النهاية حياتنا زيها زي الفيلم، مش بس البطل اللي ليه دور، لا ده في كرو كامل علشان الفيلم ده يظهر ويكون له لازمة ويبان للناس. في بقى جزء من الكرو ده قدام الكاميرا، وفي جزء من الكرو ده ورا الكاميرا، ودورنا اننا نحاول نشوف انسب رول او انسب دور لينا في الفيلم ده. هل احنا قدام الكاميرا ولا هل احنا ورا الكاميرا؟ هل انت البطل ولا المخرج ولا مسؤول الكاستنج ولا مدرب التمثيل ولا فني الإضاءة ولا انت مهندس الصوت ولا انت شغال في الإنتاج؟ وبتعرف ده عن طريق ايه؟ عن طريق انت بتحب ايه، عن طريق السكيلز بتاعتك، عن طريق انت شايف نفسك في ايه، مش بس بنصايح الناس اللي بتشوفها. وزي ما قلتلكوا لازم نفلتر الكلام اللي بنسمعه واللي بناخده من السوشيال ميديا او من برا السوشيال ميديا. بس كده، هستنى اعرف رأيكم في الحلقة واعرف وجهة نظركم في الموضوع. ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا فولو للبودكاست على المنصة اللي انتوا بتسمعوا عليها، او سبسكرايب لو انتوا على اليوتيوب، وما تنسوش تبعتوها لأصحابكم عشان هما كمان يسمعوها، ونقب بقى على وش الدنيا، يعني نتغير حياتنا بقى كلنا مع بعض كده، نتغير وأشوف هما كمان وجهة نظرهم ايه. أشوفكم التلات الجاي. حكاية التلات هي بودكاست أسبوعي موجودة على أبل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست وكاست بوكس. تقدروا تتابعونا على انستجرام وتيك توك @حكاية التلات بالإنجليش. نتقابل التلات الجاي.